الأفضل التاسع والعاشر، لأن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فقوله عليه الصلاة والسلام لا أصومن التاسع أي التاسع مع العاشر. والعجيب أن البعض يقول لا يصوم التاسع وحده. عند العلماء شيء يسمونه البقاء على الأصل واستصحاب حكم الأصل، وهو أن الشرع يسكت عن أشياء ثبت دليلها واعتبار الشرع لها، لأن تكرار التنبيه عليها عبث وإضاعة ولغو يصان عنه خطاب الشرع المنزه عن هذا النقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصومن التاسع، لأن الأصل في الصيام هو العاشر. ومن هنا لما قال عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة ووجد يهودا تصوم اليوم العاشر سألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيامه. إذن الأصل اليقيني عندنا بالدليل مشروعية صيام العاشر. فلما قال عليه الصلاة والسلام لا أصومن التاسع سكت عن العاشر، فاحتمل أنه كما لو تنزلنا كما يقولون، احتمل أنه سكت لأنه لا يريد صوم العاشر، واحتمل أنه سكت لأن العاشر معلوم صومه هذا الأصل. وأي الاحتمالين أقوى؟ أصل بقاء ما كان على ما كان. ثم سبحان الله الذي شرع من أجله يترك ثم يصام اليوم التاسع وحده، يعني أمر عجيب جدا. أن الأمر في حمد الله عز وجل في هذا اليوم المخصوص على الصفة المخصوصة التي ورد بها الدليل، فترك صيام العاشر هذا غير وارد. وأيضا من ترك صيام العاشر تركه لدليل لم ينص على الترك، ومن صام العاشر فقد فعله بدليل نص على الفعل، لأنه قال فصامه وأمر بصيامه، وكان صوم عاشوراء فرضا في أول الأمر كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فإذن الأصل عندنا صيام العاشر. وهذه الأفهام المخالفة لجماهير السلف رحمه الله ينبغي أن تنبذ وتترك، خاصة وأن الفهم له ضوابط، والتقيد بالأدلة ودلالتها مهم جدا لطالب العلم، وأن يسير على منهج السلف رحمه الله. فالأصل أنه يصوم العاشر ويصوم التاسع مع العاشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه في الصحيح أنه قال لا أصومن التاسع. فلما كانت المخالفة لليهود تقع بزيادة اليوم التاسع بقينا على هذا، يعني قلنا إن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. بقي حديث الحاكم له يوما قبله ويوما بعده فيه كلام، ولكن الأقوى والأصح أنه يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. فإن فاته التاسع شرع له أن يصوم يوما بعد العاشر، وهذا مبني على أن الأصل المخالفة، واعتد بصيام التاسع لأنه من المبادرة بالخير وهو أبلغ في المخالفة، فقدم المخالفة على الموافقة تنبيها للأمة على مشروعية مخالفة أهل الكتاب، الحرص على أن تكون المخالفة محققة، ولكي نكون سابقين لليهود لا تبعا لهم. ولذلك شرع أول شيء أن يصوم التاسع ثم يصوم بعده العاشر، فهذا أبلغ وأفضل وأكمل، لأنه يحقق مقصود الشرع على أتم وأكمل ما يكون عليه الإجزاء، والله تعالى أعلم.